الفيديو ده إن شاء الله هيكون فيديو دسم جدًا، هنشتغل مع بعض على 2 screens 2 screens مهمين جدًا، هنشتغل عليهم بالauto layout زي ما صممنا الapplication بتاعنا ده والصفحة الرئيسية دي والصفحات دي زي ما اتعودنا إزاي نصممها بدون الauto layout النهارده أو في الحلقة دي إن شاء الله هنصممهم مع بعض تاني بالauto layout عشان نعرف إزاي نستخدم الauto layout عشان زي ما وضّحنا قبل كده إن الauto layout بقى حاجة من الحاجات المهمة الأساسية اللي لابد إن أنت تكون متقنها جدًا وكل شغلك معمول بيها auto layout. فأنا هاصمم قدّامكم الصفحتين دول أكتر صفحتين فيهم خلّينا نقول layout معقّد شوية، وبالتالي عشان تجرّبوهم معايا وتشتغلوا ورايا أو معايا أو مع الفيديو، ولو قابلكم أي مشكلة ابعتوا لنا إن شاء الله على تليجرام، على الcommunity اللي باسيبه لكم في وصف الفيديو دايمًا، وده الفايل اللي إحنا بنشتغل فيه تاني لو ما حدش لسه فتح الفايل هتلاقوني سايبه لكم في الdescription تحت الفيديو، وسايب لكم إن شاء الله مفاجأة هاقولها لكم في آخر الفيديو، أتمنى إن أنتم تكمّلوا للآخر عشان تستفادوا إن شاء الله. طيب خلّينا نقول بسم الله ونبدأ بالscreen البسيطة دي، وبعدها هنبدأ ال الscreen التانية. طيب إحنا المَرّة اللي فاتت أخدنا الauto layout، أخدنا بشكل مبدئي الauto layout، لسه في شوية حاجات مش هنوضّحها دلوقتي، هاوضّحها لكم في الفيديو اللي بعد ده إن شاء الله. الفيديو ده خلّينا نقول إن هو هيكون عملي أو practice على الauto layout الbasic الطبيعي، اللي هو إحنا اتعوّدنا إزاي نعمل الinputs أو الأزرار بشكل manual جدًا، بشكل بسيط قصدي جدًا بالauto layout. فخلّينا نبدأ بقى، فالمفروض إن أنت عشان يا شباب أنا ما بيبقاش عندي وقت إن أنا أكمّل الحلقة كلّها أو أعمل الdesign كلّه في الحلقة كلّها، فأنا باعمل لك مثال مثلًا على الscreen دي والscreen دي وأنت بتكمّل تمام، فأنا دلوقتي هاشتغل على الscreen دي هي والhome page عشان بيكون دول فيهم أكتر حاجات معقّدة، فأنت المفروض تكمّل تشتغل على كل الscreens التانية، فلو في أي screen أنت شغّال عليها أو أي حاجة أنت شغّال عليها قابلتك فيها مشكلة ابعت لنا في التليجرام على طول، هتلاقينا سايبين لنا الlink وهتلاقي الشباب كلّها هناك بترُد على بعض ومتفاعلين جدًا. طَب يالّا بينا، خلّينا نكمّل الscreen دي، إحنا محتاجين نdesign الscreen دي، زي ما اتفقنا خلاص وحفظنا إن إحنا محتاجين نعمل frame 13 ميني بالشكل ده، تمام، ده الframe بتاعي 13 ميني. طيب ثانية واحدة أصغّر ده بس كده. طيب بعد كده أنا محتاج أعمل إيه، محتاج الأول إن أنا آخُد آآ الbackground لون الbackground اللي ورا بتاع الframe الأساسي نَفْسه، فهاحدد الframe بتاعي وأضغط على حرف الI عشان آخُد الcolor بتاع الbackground اللي هو الgray الفاتح اللي هو اللي ورا ده. بعد كده أنا محتاج آخُد أول حاجة الstatus bar اللي هو بيكون فوق ده وهاعمل له هاضبّط الposition بتاعه إن هو يبقى center top من فوق الframe. بعد كده محتاج أكتب text الملف الشخصي، كتبت كلمة الملف الشخصي أهو، اعتبرني كتبتها، تمام. بعد كده عندي صورة، أعتقد إن هي صورة، خلّوني أجيب مثلًا أي صورة تانية عشان إيه، خلّيني مثلًا أجيب صورة من عندي، صورتي مثلًا أهو، تمام، وأحطها في الframe كده وبعدين هاصغّرها عشان الناس ما تقعدش تقول إيه اللي هو طَب أجيب دي منين؟ أي صورة عادي جيبها من أي حتة أهو، تمام. بعد كده الصورة دي أنا عايز أضيفها هاعمل لها طَب ثواني أنا هاعمل حركة حلوة، عشان أنا عايزها دائرية وعايز يكون ليها fill نوعًا ما، فأنا عندي أكتر من طريقة، بس الطريقة اللي أنا بارتاح لها إن أنا ممكن أعمل shape دائرية كده بالشكل ده، تمام، وبعد كده هاخد الصورة دي، هاحدد الصورة، مش هاحطها فوقها، لأ أنا هاحدد الصورة وآخدها من هنا من الlayer هنا من الfill copy وأحدد دي وأدّي لها إيه، paste بالشكل ده، عشان تبقى معايا بالشكل ده، فأنا أقدر أتحكم في الbackground براحتي، تمام، بعدين هاختار الbackground دي، والله شبه الbackground بتاعة ال آمم ال الbranding بتاعي، الهوية بتاعتي يعني، تمام، وبعد كده هاضبّطها في النُص، أنا عايزها دائرية عادي، أنا بس يعني مش شرط أعمل نفس زي اللي موجود، بعد كده كتبت اسمي ورقم تليفوني، افتراضًا اللي هم ده اسمي ورقم تليفوني يعني، تمام، بس أنا الtext ما باحبش يبقى واخد مساحة أكبر من حجمه بالشكل ده، فباروح على الlayout وباخلّي الtext يكون auto width بالشكل ده، تمام. وده هو بس بيقول لي إن في مشكلة في الfont مش موجود، ماشي ما تزعّلش نَفْسك، هاختار الfont ده وأصغّره وهاعمل الاتنين دول auto layout shift A
عملت الاتنين دول shift A auto layout، بعد كده صغّرت المسافة ما بينهم أخلّيها 4 مثلًا، تمام، وبعدين هاعمل دي مع دي shift A بالشكل ده، تمام، حلو جدًا. في هنا حاجة لو أنتم أخدتوا بالكم، في هنا أوكي، هو عامل دي لوحدها كbackground، أنا فكّرت إن في line هنا، طَب إحنا ممكن نحط line عادي، إحنا ممكن نعمل line، تمام أهو، تمام، خلّينا آخده cut control C، أحطه جوّه الframe control V عشان أتأكد إن هو عندي في الframe، وبعد كده هاخلّي الwidth بتاعه، طَب أنا أقول لكم على حاجة حلوة، إحنا ممكن نعمل ده وده والline وده shift A، تمام، هيقابلنا مشكلة إنه برضه عشان تبقوا معايا إيه اللي ممكن يقابلك، ده عمل كده، ده اتحط عليه frame لوحده وطلع برّه الframe بتاعي، معنى إيه؟ إن هو لمّا طلع برّه، لمّا أنا باسحب الframe كده معنى كده إن هو ده مش جوّه الframe، فأنا هاخده، مش هاخد الframe، لأ، في فرق دلوقتي ما بين إن أنا أحدد الline أهو، وفي فرق ما بين إن أحدد الframe وده الline، أنا هاحدد الline هاخده cut control X، تمام، وبعد كده هاحدد الframe ده وأعمل control V عشان يتضاف عندي جوّه الframe كده، وبعد كده هارفعه لفوق بالإيه، بال بالسهم من الكيبورد. هاحدد الframe ده، تمام، هادّي له padding 16. أنا نسيت أعمل حاجة مهمة جدًا، وهي إن أنا نسيت أضيف grid، فهاضيف grid من هنا، تمام. طَب أنا ممكن أكون باسرّع شوية، بس عشان أنتم خلاص already المفروض تكونوا الحاجات دي حفظتوها وعرفتوها، فإحنا يعني لو أنت مراجع شغّال كويس على الحاجات اللي فاتت، فأنت المفروض أنت الحاجات دي تبقى حافظها. أضغط control G عشان أشيل الgrid، وهاروح أضبّط الline اللي عندي ده، هاخلّيه يكون لون gray فاتح، تمام، وهاخلّيه يكون الweight بتاعه 0.5 اللي هو نُص مش 1 بالشكل ده، تمام. طيب أنا هارجع تاني، حاسس إن هو شكله مش عاجبني، هارجع تاني أشيل الpadding للframe كلّه الأساسي، تمام، و بس أنا هاسيبه كده، هاسيبه من غير padding. هنعمل إيه، هندّي لها fill أبيض للframe كلّه، تمام، بالشكل ده عشان يبقى في فرق ما بين الframe ده والframe ده. طب وبعد كده محتاجين ندّي له شوية padding من تحت، فهادّي للframe ده padding من تحت بالشكل ده، 8 مثلًا، بقى عندي بالشكل ده، أوكي، إلى حدٍ ما الأمور مستقرة والأمور تمام. نيجي بقى للجزء المهم، الجزء المهم. تعالَ نحلل الsection اللي موجود عندنا ده. عندنا كاردات متكررة، شكلها متكرر معروف، في line ما بينهم، تمام، في line هنا وفي الtitle بتاعنا العنوان هنا. طب أنا جبت العنوان كتبته عادي جدًا، أنت كتبت text، بعد كده هتبدأ تعمل الcard اللي جوّه ده. طب هتعمل الcard اللي جوّه ده إزاي؟ عندك 2 text، أدا 1، 2، تمام، وعندك أيقونة، جبنا الأيقونة، وعندك أيقونة الجهة التانية برضه، جبنا الأيقونة. طبعًا الأيقونات دي أنت عايز تاخدها من هنا، من من الicons هنا هتلاقيني ضايفها لك في الfile قشطة، عايز تاخدها من الdesign نفسه برضه قشطة، عايز تجيبها من أي حتة برّه براحتك، أنا بس حاططها لك هنا عشان تسهّل على نفسك، ما تقعدش تضيّع وقت في إن أنت تدوّر على أيقونات كتير. حلو. لمّا تيجي تعمل auto layout حاسّه في الأول مُعقّد أو في حاجات كتير أو مش عارف هتعمله إزاي أو هتبدأ فيه منين، هاقول لك على تريكاية حلوة، وهي إن أنت حاول ترُص المعلومات أو العناصر بتاعة الcard بالشكل اللي أنت عايزها تكون عليه، زي ده كده. هل إحنا عملنا auto layout؟ لأ، إحنا كل حاجة لوحدها لسه. بس أنا لمّا رصيتهم كده جنب بعض، اللي هو أنا عايزهم يبقوا بالشكل ده، اللي هو دول تحت بعض ودي جنبهم ودي بعيدة هناك كده في الآخر. بعد كده هنبدأ بقى نربّط الframes مع بعض بالauto layout. أول حاجة أنا هاجمّع الاتنين دول هاحددهم وأعمل shift A. حلو، حلو. بعد كده أنا بقى عندي frame محتاج الأيقونة دي تبقى معاه، فهاحدد الأيقونة وأحدد الframe ده وأعمل لهم shift A. طب أنا باحدد الاتنين إزاي مع بعض؟ أي حاجة أنا باحددها وباضغط على shift بصباعي على shift، وباضغط على دي، وباضغط مثلًا على دي، وباضغط مثلًا على دي، أي حاجة باضغط عليها طول ما أنا ضاغط shift بتتحدد معايا، تمام؟ طيب أنا دلوقتي حددت الاتنين دول، بعد كده هاحدد ده وأحدد ده وأضغط shift A تاني، أنا كده بقى عندي الشكل ده، تمام؟ طب حد هيسألني سؤال برضه عشان نبقى فاهمين إحنا ليه من الأول
تمام، من الأول بعد ما عملنا الاتنين دول مع بعض Shift A كده، ليه ما حددناش دي ودي ودي وقمنا عاملين Shift A وريحنا دماغنا؟ هو عادي ينفع، بس أنت هنا هيواجهك مشكلة إن الspace بتاعة الجزء ده الاتنين دول مرتبطة ببعض، وأنا عايز الspace تبقى الframe ده جنب الicon دي، يعني أنا عايز أقلل المسافة اللي هنا، المسافة دي اللي هي 28 دي ما بين الicon والtext ده أنا عايز أقللها، لمّا آجي أقللها دلوقتي فالمسافة اللي هنا دي هتقل برضه، فمش هتبقى مضبوطة معايا، تمام، المفروض يعني إن ديّة إيه، لو مش ده هيفِل الframe بالشكل ده أو لو أنا مش مكبّر الframe ده يعني، ما علينا من الجزئية دي، تمام، الأفضل أو أنا بارتاح في إن أنت تعملها بالشكل ده، عشان يبقى أنت عندك هنا حرية في التعامل ما بين الspace دي، وحرية في التعامل ما بين الspace دي، عشان لو هتضيف أي عنصر تانية، أي عناصر تانية، تمام؟ طيب إحنا خلّصنا الframe ده، تمام، هناخد الbackground بتاعته، ضغطت على آآ حددت الframe وضغطت على زر الI حرف الI في الكيبورد، وبعد كده أخدت درجة اللون دي، وبعد كده هابدأ أدّي له padding مثلًا 14 وهادّي له padding من فوق برضه إيه 12 والّا حاجة، تمام، وهادّي له corner radius بالشكل ده، مثلًا 12 حلو جدًا، أنا كده عملت الframe الأساسي بتاعي، طبعًا أنت هيقابلك مشكلة إن أنت ممكن تيجي تروح تحط جوّه الframe بتاعك هنا، بتحسّه كبير أو صغير أو فأنت بترجع تضبّط الدنيا دي تاني، تمام؟ طيب إحنا محتاجين نعمل إيه دلوقتي، محتاجين نعمل الline ده، تمام، هاخد درجة الكود بتاعته، درجة اللون، وبعد كده عملت line أهو، وبعد كده ضِفت درجة اللون بتاعته هنا، تمام، هو مش شاف عشان هو نفس لون الbackground فأنا هاحدد ده وده مع بعض Shift A تمام، وهاخد الline ده واخده copy لتحت تمام، آخد منه نسخة تمام، بقى عندي الline أهو، وأنت مش شايفه طبعًا عشان هو نفس لون الbackground هنضبّطها دلوقتي لمّا هندّي fill أبيض، فأنا هاحدد الاتنين دول مع بعض وأعمل Shift A وبعد كده هاحدد ده مع ده وأعمل Shift A وبعد كده أدّي لهم fill أبيض عشان أبدأ الدنيا تبان معايا بالشكل ده، وهابدأ أضبّط بقى، هاضبّط إزاي؟ أول حاجة أنا محتاج أفتح الgrid ومحتاج أمشّي ده على الgrid بالشكل ده، ده رقم 1، رقم 2 هادّي له padding من جوّه 16. عشان يبقى ضابط بالشكل ده، هيقابلني هنا مشكلة، فمحتاج بقى إن أنا أقعد أضبّط كل التفاصيل دي دلوقتي، تمام، محتاج أضبّط ده من جوّه إن أنا هاخلّي الspace دي مثلًا auto تمام، عشان تضبط معايا بالشكل ده. طيب هنا أنا عايزها 8 مش 6 فإلى حدٍ ما هنشيل الgrid فالدنيا هتلاقيها بدأت تضبط معاك شوية. دلوقتي أنت عندنا line هنا جه line زيادة، فأنا هاخده كده cut هانزّله إيه، تحت هنا كده، تمام، أهو، هو بقى موجود هنا دلوقتي تحت. هو في هنا الframe ده فيه line زيادة أعتقد، ده فيه line زيادة ماشي، طيب، طيب لأ مش line زيادة، طيب إحنا ممكن نعمل control D control D control D control D control D عشان يبدأ يعمل لنا إيه، الجزء ده كده، أبدأ أطوّل الframe بتاعي شوية تمام، كده أنا وصلت للشكل لحدٍ ما بتاعي اللي أنا باحاول أقرّب له، بعد كده هادّي له padding من فوق ومن تحت تمام، 16 برضه تمام. بعد كده أنا الframe ده محتاج إن أنا أزوّد الspace ما بينهم كده تمام، بالشكل ده بدأ يضبط معايا زي ما أنتم شايفين، بقى أغيّر المعلومات بقى، أغيّر الأيقونات براحتك عيش. محتاج بس إن أنا أخلّي دي تاخد padding كده تدخل جوّه شوية، تبدأ من أول هنا تمام، محتاج إن أنا أدّي للframe ده corner radius بالشكل ده. أنا عارف إن أنا ممكن أكون باشرح سريع شوية، بس عشان نحاول نغطي كَم كويس من الscreens في فيديو واحد، وأتمنى إن أنتم كمان تكونوا لو أنت ذاكرت كويس ومشيت وطبّقت على كل الscreens اللي فاتت، هتبقى فاهم كويس جدًا أنا باعمل إيه، تمام؟ طيب بعد كده عندي text أخدت الtext أهو في ناس بتدخل الfile وإحنا شغالين، ماشي، أخدت الtext ضغطت shift A ضغطت على حرف الI عشان آخد درجة لون الbackground فتحت الgrid عشان أكبّر
الزرار بتاعي على قد الجريد، اديت له corner radius والسلام عليكم. حاول برضه تكون سريع في الشغل، اتعلم الاختصارات. حلو جدًا. أدي أول screen عفوا. تمام؟ الأمور واضحة، الأمور تمام، الدنيا تمام. طيب وإحنا شغالين بقى، معلومة مهمة جدًا، وأنت شغال لو بتقلد screen خُد نفس التفاصيل اللي فيها، يعني خُد مش التفاصيل اللي هو الاسم لأ، خُد درجة اللون دي، خُد درجة اللون الصورة، خُد درجة لون الtext ده، خُد درجة اللون ده، عشان أحيانًا باشوف ناس منكم باعتة على تليجرام عامل لي درجة لون مثلًا كده، وعامل لي درجة لون تانية كده. فيا شباب ما تحاولوش تعملوا من دماغكم حاجات طالما أنت بتقلد screen. لمّا تكون بتقلد screen قلدها نفس الألوان، نفس كل حاجة، ما تحسش نفسك بتعمل مشكلة أو غلط لو أنت بتقلد حاجة، لأ، التقليد ده حاجة صحية، حاجة مفيدة في الأول. تمام؟ طيب أتمنى تكون الscreen دي واضحة. خُد نَفَس، اعمل كوباية شاي واعمل like الأول واشترك في القناة، وخلّينا نكمّل. تعالَ ندخل على الscreen الأصعب. هنعمل الscreen دي إن شاء الله. دي تقريبًا اللي إحنا كنا عاملينها مش auto layout والّا هو إحنا عملنا دي auto layout؟ أنا مش فاكر الحقيقة، أعتقد لأ ما عملناش. طيب محتاجين نشتغل على الscreen دي. إزاي نعمل الscreen دي، إزاي نعمل الحاجات دي كلّها بالauto layout. تمام؟ طيب يالّا بينا على طول. اشترك في القناة تاني واعمل like تاني عشان باحضّر لكم مفاجأة حلوة جدًا، جدًا، جدًا بإذن الله. frame جديد، أحلى frame جديد أهو. تمام؟ أخدنا أضغط على حرف الI عشان آخُد درجة الbackground اللي هي الأساسية دي. بعد كده أخدت نفس الstate bar اللي إحنا خلاص زهقنا منّه وحفظناه. عملت الgrid بتاعي. تمام؟ ده الgrid بتاع الموبايل، وإن شاء الله هنشتغل desktop ممكن بعد 2 session كده والّا حاجة، أو فيديوهين 3 كده ونشتغل desktop إن شاء الله. بعد كده يا باشا عندنا إيه، عندنا إيه، خلّينا نخفي الgrid الأول. عندنا إيه، عندنا أول جزء ده، ده أول جزء. طب هتشتغل عليه إزاي ده؟ زي ما قُلنا، خُد الtext لوحده أهو، خُد الtext لوحده، خُد الأيقونة لوحدها، طلّعهم برّه الأول بس دلوقتي وبعدين هنتصرّف فيهم. يا حبيبي تعالَ، طلّعها كده برّه، طلّع الأيقونة دي برّه. حلو، حلو جدًا. طيب إيه اللي إحنا محتاجين نعمله؟ محتاجين نبدأ نضبّط. ارسم الأول الشكل اللي أنت عايزه، أنت عايزهم يبقوا كده صح؟ طب ما ينفعش في الauto layout تقوم عامل كده وتقوم عامل shift A، لأ، ده شوف الدنيا هتبوظ معاك، دي مشكلة، مشاكل أنا باقول لكم عليها عشان بتواجهوها وبتواجه ناس كتير. الauto layout أنت بتبدأ تجمّع الframe واحدة، واحدة، frames صغيّرة مع frames صغيّرة. لو جيت تعمل أي حاجة لو جيت تجمّع دي مع دي وتعمل shift A لقيت الدنيا بتبوظ منّك، يبقى أنت كده ما رتّبتش صح. طب إحنا دلوقتي أنا عايز دي، طب ده أنا عايز دي معاها، هاضيفها معاها إزاي؟ طب أنا ضِفت الاتنين دول مع بعض في frame، لو جمّعت دي معاها وعملت shift A الدنيا بتبوظ منّي، أنا مش قادر أوصل للشكل اللي أنا كنت عايزه، اللي هو ده، اللي هو الشكل ده، بالطريقة دي، دول تحت بعض كده ودول جنبهم. نفس الconcept بتاع التاني اللي إحنا لسه عاملينه ده، أهو نفس الشكل على فكرة. تمام؟ أهو هتجمّع الاتنين دول مع بعض الأول بشكل vertical shift A عشان مش هيحصل لهم أي تأثير، مش هيبوظوا. بعد كده هاجمّع دي مع دي shift A، أو أجمّع دي معاهم shift A. بس المرّة دي أنا ممكن أجمّعهم ال3 مع بعض، بس لأ، أنا كده أنا محتاج المسافة تبقى هنا أقل. عادي ممكن أعملها بطريقة تانية المرّة دي عشان تعرفوا إن الموضوع بيتعمل بأكتر من طريقة. إن أنا هاشيل ده، أنا حطيت الاتنين دول مع بعض shift A، أنا عايز أشيل ده. طيب أنا كده إيه اللي أنا عملته بس، أنا جمّعت دول مع بعض shift A، بعد كده هاجمّع دي ودي ودي shift A بالشكل ده. تعالوا بس كده هاخدهم هاقول لك هنضبّطهم إزاي. هافتح الgrid بتاعي، وبعد كده هاسحب هنا كده، وبعد كده هاسحب هنا كده. تمام؟ طيب بعد كده أقول لهم أنا عايزهم يبدأوا من على اليمين، وهاخلّي الframe ده كده، أو هادّي لكم تريكاية دلوقتي بس بلاش، يعني هو لسه إحنا ما شرحناهاش، هاعملها في الcontainer بالشكل ده، هتلاقيها ضبطت معايا برضه عادي جدًا.
بس إحنا لسه ما شرحناهاش، يعني هناخدها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. بعد كده أنا محتاج أجمّع ده مع ده Shift A وأدّي لهم fill أبيض، أشيل الgrid عشان تبقوا شايفين الفرق أهو، محتاج أجمّع ده وأدّي لهم fill أبيض بالشكل ده. طيب محتاج أدّي للframe ده padding من تحت شوية كده، عشان الtext ما يبقاش لازق إيه، في أول الframe. حلو جدًا، خلّصنا أول جزء اللي فوق ده. بعد كده عندي search، زرار، text، icon، جمّعتهم الاتنين Shift A، تمام، وبعد كده فتحت الgrid بتاعي Shift G عشان أفتح الgrid، ادّيت لهم fill أبيض، تمام، خلّيتهم ييجوا من على اليمين، ادّيت لهم padding من فوق من تحت، زوّدت الcorner radius، ادّيت لهم padding من على اليمين والشمال 16، بس، بقى عندي الزرار، بقى عندي الsearch ببساطة جدًا. تمام، حلو، تعالَ ندخل على حاجة لذيذة شوية، ده نعمله إزاي؟ هافترض معاك إن أنت عندك ده، هتعملها إزاي دي؟ هاremove background عشان إيه، remove background والحاجات بتاعة الAI دي مش بتكون غير في الحساب الeducation، لو أنتم عايزين حد يفعّل education يدخل يبعت لنا على تليجرام، هابعتكم لحد صديقي بيفعّل الحاجات دي. لأي حد يعني اللي هي الFigma Education، فيجمة خطة الطالب. طَب أنت جِبت دي صورة، جِبتها كصورة كده من أي حتّة، من يوتيوب، من تيك توك، من جوجل، من أي حتّة، خلّيت ChatGPT يعملها لك أهو، صورة عادية جدًا. بعد كده هتعمل إيه، Shift A تضيفها في frame. طيب تعالَ بقى كده جوّه، حُطّها جوّه. طيب إحنا بعد ما ضفناها في frame عايزين نكبّر الframe بتاعها كده شوية ونخلّيها في النُص. بعد كده هاروح أدّي لها background أي درجة لون أنا عايزها، بس خلّينا ناخد درجة اللون دي، عشان نبقى قريبين من نفس الشكل اللي إحنا بنعمله. بعد كده هادّي للframe ده corner radius بالشكل ده أهو، عشان عملت كده نفس الجزء اللي فوق أهو. بعد كده عندي text كتبت تحتها كلمة burger أهو وجبتها هنا، وحددت الframe ده وحددت الtext وعملت shift A بالشكل ده. حلو جدًا. بقى دلوقتي عندي card، هافتح الجريد بتاعي عشان أحط الcard على أول الجريد، وبعد كده هاعمل منه نسخة وهاعمل منه نسخة تالتة، بقى عندي 3. هاقفل الجريد، أدا 1، 2، 3 shift A. حلو، حلو. عندي العنوان بتاعهم بتاع التصنيفات، هاجيبه وأحطه هنا. حلو. هل هاسيبهم كده؟ مشكلة من المشاكل اللي أنتم بتعملوها، أنت بتسيب ده كده وبتسيب ده كده وبتسيب ده كده. إحنا دايمًا بنحاول طول ما إحنا في عندنا محتوى في الframe في الframe بتاعي، باحاول إن أنا أجمّع المحتوى ده في frames مع بعضها، في sections مع بعضها. فإذًا مش العنوان ده هو بتاع القسم ده، يعني أنا لو قُلت لك انقل لي القسم ده لتحت، هل هتنقله لوحده والّا هتاخد معاه العنوان؟ تاخد معاه العنوان صح؟ يبقى لازم دول يبقوا مع بعض في frame واحد كده. طب أنا ليه ما حطيتش ده مع ده في frame وعملت shift A؟ لأ، دلوقتي أنا لو قُلت لك انقل لي القسم ده لتحت وأنت حطيته لي تحت كده، هل أنت بتاخد ده معاه؟ لأ، يبقى هم مش مرتبطين ببعض. دي ممكن تفهمها بالطريقة دي، تمام؟ طيب حلو جدًا. بعد كده أنا عندي إيه، عندي زرار text أحمر جميع التصنيفات، عملت shift A، تمام، اديت له fill أبيض، فتحت الgrid بتاعي، مشيت دول على الgrid أهو. بعد كده اديت له corner radius بالشكل ده، شِلت الgrid، بقى عندي آدي الزرار بتاعي، تمام، الدنيا تمام، يعني الدنيا لحد دلوقتي تمام. طيب حلو جدًا، ركّز بقى معايا جدًا عشان الجزء اللي جاي ده مهم، الcard ده إزاي ممكن نعمله auto layout، إزاي ممكن نعمل ده auto layout؟ بنفس الطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها. تعالوا نجمّع الحاجات جنب بعض قبل ما نعمل لها auto layout. عندنا صورة صح؟ جِبت الصورة دي برضه من أي حتّة، صورة، حلو، حلو. تعالَ الأول قبل ما نشرحه، تعالوا الأول أحاول أحلّله معاكم، يعني نحاول نحلّله قُل لي فيه. أولًا الcard ده متقسّم لجزئين، أدا جزء الصورة وده الجزء اللي تحت اللي هو فيه المحتوى، حلو جدًا. خلاص الجزء اللي فوق خلص ما فيش فيه حاجة، تعالَ ندخل على الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت هالاقيه متقسّم لكذا حاجة، أدا frame وأدا frame
وadd a frame وده لوحده frame. تعالوا نشوف إزاي. تعالوا، ناخد الcard كله جنبنا هنا. تمام؟ طيب مش ده text أهو، ضِفته أهو، الtext ده جنبه إيه؟ icon عادي جدًا، ممكن تجيبها من أي حتة أهو. أدا الtext وأدي الicon. حلو. مش حاسس إن أنت محتاج تخلّيهم الاتنين مع بعض في frame shift A بس توسطنهم، أدا shift A، ده أول جزء. الجزء اللي تحته محتاج تجيب الكلمة، دي كلمة، كلمة مفتوح أهو، عادي خالص. على فكرة لو أنت كنت طبّقت معايا في الفيديو اللي أنا صممت فيه الscreen دي، اللي هي الhome page بالطريقة العادية، الفريمات العادية بدون الauto layout، هتبقى فاهم كويس جدًا إزاي تطبّقها بالauto layout، هي نفس الconcept. تمام، عندنا كلمة مفتوح، بعد كده عندنا نقطة في النُص هنا، النقطة دي هتعملها إزاي؟ عادي جدًا، أي shape هتروح للدايرة تعمل نقطة كده وتصغّرها، أهو عادي جدًا. تمام؟ طيب من هنا حدّدهم الاتنين أكِن عملتهم وآخُدهم بس كده إيه، أحطّهم هنا copy بالشكل ده. طيب حلو، معنى كده إن أنا محتاج أحدد ده، أدي عنصر، 2، 3 وأعمل لهم shift A برضه، فهمتوا؟ أدا كده عندي frame بشكل أفقي، وأدا كده عندي frame بشكل أفقي، حلو. بعد كده تحت عندي إيه بقى، عندي رقم text وعندي نجمة icon، جمّعتهم الاتنين مع بعض shift A، تمام، وخلّيتهم في النُص، ادّيت لهم padding 4 وادّيت لهم fill أحمر، ادّيت لهم corner radius بالشكل ده عشان يطلّع عندي الشكل ده، حلو. بعد كده عندي إيه، نفس الدايرة، دايرة أهو، بعد كده عندي text، بعد كده عندي icon دايرة قصدي، بعد كده عندي text، هاجمّع كل دول كده أهو وأعمل لهم shift A، باظت معايا، حلو. ليه بقى؟ هاجمّعهم الأول، هاحدد دي، وأحدد دي، وأحدد دي، وأحدد دي، وأحدد دي، وأعمل لهم الأول أضبّط الalignment بتاعهم عشان يبقوا على سطر واحد كده، بعد كده هاضغط shift A. هي فيجما بقت يعني إيه، بتستهبل شوية، وأجيبهم هنا. كده أنا جمّعت الشكل بتاعي اللي أنا عايزه يكون قبل ما إيه، ما أخلّص أو قبل ما أعمل auto layout صح؟ كده هاجمّع ده، وأجمّع ده، وأجمّع ده، وأعمل لهم shift A. حلو، وأرجع أضبّط، أنا عايز المحتوى ييجي من على اليمين بالشكل ده. طيب دلوقتي أنا بقى عندي الجزء اللي تحت، الcontainer اللي تحت ده بقى جاهز في المحتوى، تعالَ بقى نربّطه مع الصورة shift A، تعالَ بقى ندّي له background كلّه، أهو بدأنا نقرّب نوصل، عايزين نضبّط لسه شوية حاجات. أول حاجة محتاجين ندّي مساحة من تحت هنا كده عشان الcontent ما يبقاش لازق في أول الframe بالشكل ده. تاني حاجة حاسس إن المسافة اللي هنا كبيرة أوي، ممكن نخلّيها 12 بالشكل ده. تالت حاجة محتاجين ندّي corner radius للframe عشان يبقى حلو بالشكل ده. عظيم جدًا، أتمنى الموضوع يكون سهل. حلو، عملنا الcard، تعالَ ناخده بقى cut ونروح هنا نحدد الframe control V، هافتح الgrid، هاحط الcard بتاعي على أول الgrid بالشكل ده، هاقفل الgrid، هانسخ copy من الcart بتاعي بالشكل ده عشان نبقى زي ده. بعد كده هاغيّر المحتوى بتاعه، بعد كده هاحدد الاتنين shift A، بعد كده هاجيب لهم الtext بتاعهم أو الtitle بتاعهم أو العنوان بتاعهم، وأحدد الframe ده والعنوان وshift A. أظن الدنيا easy بالنسبة لكم دلوقتي. عندي جميع المطاعم، عادي ممكن آخد copy من الزرار اللي أنا عملته فوق ده، تمام، حلو جدًا. تعالوا ندخل على الجزء اللي بعده، الجزء اللي هو ده، الtabs دي نعملها إزاي؟ طيب أنا هاخد الtext بس سريعًا على أساس إن إحنا اللي كتبناه، يعني أكنّك كتبت الtext ده بالشكل ده، أنت كتبته، هي كلّها نصوص دلوقتي بس ما فيهاش أي شيء لسه، تمام؟ طيب في كذا طريقة تتعامل بيها، الطريقة الأسهل والأسرع إن أنت تعمل لكل واحدة من دول shift A بالشكل ده، كل واحدة من دول shift A، كل واحدة من دول shift A، كل واحدة من دول shift A.
تمام، وبعدين هاحدد دي، واحدد دي، واحدد دي، واحدد دي، واعمل لهم Shift A تاني. أنا ليه عملت كده؟ عملت كده عشان أروح أحدد دي، تمام، وأدّي لها stroke، واحدد الstroke ده يبقى نفس اللون، نفس درجة اللون بتاعها بالشكل ده، بس الstroke ده أنا هاروح على الicon دي واحدده، أقول له أنا عايزه من تحت بس. لمّا بتروح على خانة الstroke بيبقى عندك هنا الicon دي، بتقدر تحدد الstroke ده أنت عايزه يبقى من فوق بس، الline يبقى من فوق والّا من تحت بس بالشكل ده، ده اللي أنا عايزه، تمام. ممكن إيه لأ خلاص مش هنبوظ الcorner radius بتاعه. طيب بعد كده أنا عندي line هنا، الline اللي ورا ده، تمام. خلّيني آخُد درجة اللون بتاعته، وهاروح أحدد الفريم الكبير بقى نَفْسه وأدّي له برضه stroke من تحت، زي ما إحنا عملنا مع اللي هو الإيه اللي هو اللي هو الإيه، البرتقاني ده، تمام، كده بالشكل ده، تمام، وخلّينا ندّي له درجة اللون. تعالَ بقى ناخُد ده هنا كده، تمام. ممكن نضبّط طبعًا الspace، هتحس إن الدنيا كبيرة شوية بسبب إنه الحاجات ديّة واخدة padding كده بالشكل ده، فإحنا ممكن نصغّرها، تمام. بعد كده هنجيبها هنا، بعد كده هنضبّط الspace بتاع الفريم الكبير نَفْسه، وهكذا بالشكل ده، تمام. طيب هو الline اللي تحت بقى مش باين ليه؟ لإن هو نَفْس لون الbackground، فإحنا محتاجين نحُطّه على background بيضا زي هنا كده، هو محطوط على background بيضا، هنا الbackground الgray أهو. تمام، طيب عشان نحطه على background بيضا إحنا محتاجين نعمل الفريم اللي تحت ده الأول. طب هنعمله إزاي؟ أنا ممكن آخد، مش هاقول لكم عليه لإن أنتم ممكن تعملوه أنتم، هو نفس الconcept، هي بس الصورة كبيرة عن الفريم ده، لكن هو صورة من تحت نفس الlayout بتاع اللي إحنا عملناه ده، تمام. بس أنا هاخد ده copy منه، تمام، وهاكبره معايا بس بالشكل ده، تمام، وهاخليه يبدأ من على اليمين بالشكل ده، وبعدين هادّي له، هاخلّي ده يفِل، وهادّي له أقول له تعالَ من على اليمين برضه بالشكل ده، وهاشيل الbackground البيضا بتاعته، تمام، عشان أحدد ده، هاخد منه copy كمان تحت، تمام، وأنا هاحدد ده وأحدد ده shift A، أنا هاحدد ده وأحدد ده shift A، تمام، وهابدأ إن أنا أكبّره كده وأدّي له fill أبيض، تمام، أكبّره كده، و هابدأ أخلّي دول ييجوا في النُص بالشكل ده، بس لو جيت أبُص هنا هالاقي إن أنا عندي مشكلة إن الline البرتقاني ده مش جاي على الgray، فإحنا ممكن ننزّل ده تحت شوية أو نطلّع ده فوق سِنّة بالشكل ده، تمام. طبعًا ممكن إن أنا كده هيقابلني مشكلة هنا، إن أنا الline بتاعي ده، الline اللي هو الgray ده طالع برّه، طالع من على أول الframe كلّه، أنا مش عايزه، أنا عايزه يبقى ظاهر من أول هنا. ودي إن أنا مش عارف هل لو صغّرنا ده كده ممكن نصغّر ده كده، ده حَل، بس الحل التاني اللي كان في دماغي إن أنا ممكن أعمله line مش stroke، يعني أنا ممكن أعمله كline بالشكل ده، وأضيفه مع الtext في الauto layout، تمام، يعني ما فيش حاجة صح وما فيش حاجة غلط، هي كل الطرق بتأدي لنفس الغرض اللي أنت عايزه، تمام. فدي كده الhome page إحنا يعتبر خلصناها على فكرة، done، إحنا done، يعني طبعًا ممكن ندّي شوية آآ padding من فوق بس كده، بحيث إيه، الأمور تبقى هنا تمام جدًا. طيب يا شباب، أتمنى لو أنت لسه معايا لحد هنا، أنا مبسوط جدًا وفخور بيك، فأتمنى إن أنت تكمّل الcourse وحاول تذاكر وتشتغل كتير، طبّق كتير جدًا. اللي أنا باطبّقه أنت محتاج تطبّق 10 أضعاف اللي أنا باعمله، أنا باعمل screenة، أنت محتاج تعمل 10، 15 screen. فلو أنت وصلت لحد هنا فأنت كده معاك أساسيات، اتأسست بشكل قوي. كل اللي أنا طالبه منّك إن أنت تكمّل مذاكرة، تحاول تشتغل على التاسكات دي كتير، أي حاجة بتقف معاك تقدر تبعتها لنا على تليجرام. طيب إيه اللي إحنا هنعمله دلوقتي، إيه اللي إحنا هنشتغل عليه الفترة الجاية؟ محتاج إن أنت الأساسيات اللي أنت خدتها من أول الcourse، من أول حلقة 1 لحد الحلقة 13 اللي هي دي،
أنت محتاج تكون فهمت الgrid كويس، فهمت الauto layout كويس، متمكن من الauto layout كويس، ما ينفعش تدخل على أي مرحلة جديدة وأنت مش متمكن من الحاجات دي، تمام؟ طيب هتتمكن من الحاجات دي إزاي؟ هتشتغل كتير، قدامك screens كتير طبّقها، تمام؟ لحد ما يقابلك مشاكل كتير وتتخطاها لحد ما الموضوع يبقى معاك بسيط إن شاء الله. طيب إيه اللي إحنا هنعمله بعد كده؟ أنت دلوقتي عندك هنا تاسكات بعد ما تخلّص الأول الscreens دي، بعد ما تخلّص الscreens دي بالauto layout عندك هنا تاسكات، هتدخل على التاسكات هنا، فهتلاقي خلّيني الأول أقفل بس دول عشان دول أو نخفيهم عشان دول معقّدين شوية. حاول تشتغل على التاسكات دي. حاول تشتغل على التاسكات دي، تعمل inspirations وتغذية بصرية وتجمّع التاسكات دي وتشتغل عليها، دي تاسكات بشكل نصوص، بعد كده أنت داخل على مرحلة إن أنت هييجي لك brief للtask بشكل نصي، اللي هو أنا عايزك تعمل كذا، أنا عايزك تشتغل على كذا، مش هابدأ أدّي لك حاجة زي كده وأقول لك اعمل زيها، تمام؟ طيب آمم، في آخر حاجة هاقولها لكم، إن أنا هنا عامل file جديد اسمه tasks أو الtask review. الفايل ده هاسيب لكم برضه الlink بتاعه في الdescription، هتدخل عندك أي task خلّصته، أي screen عملتها، أي حاجة عايز تاخد عليها feedback هتحطها هنا، هتضيفها هنا، ممكن تشيل كل العك ده عادي جدًا، اعمل section جديد section أهو، هتكتب اسمك مكان الsection مثلًا أهو، زياد، وتضيف الscreens بتاعتك هنا. أنا هادخل على الملف ده أو الفايل ده كل فترة، وهادّي feedback للأشخاص اللي شغالين، تمام؟ وبس كده، لو أنت وصلت لهنا فأنت حد شاطر ومجتهد وكمّل بكل التوفيق، ولو محتاجين أي حاجة تقدروا تبعتوا لي على تليجرام، هاكون موجود هناك على الجروب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.